في الفجر الباكر من يوم 3 يوليو 2025 تلقت العالم الرياضي صدمة مدوية. فقد وفتها المنية في حادث سيارة مأساوي كانت وجهته له والأخيه أندري سيلفا في سيارة لامبورغيني على طريق A52 قرب بلدية السرنادية في مقاطعة زامورا الإسبانية. أثناء محاولة تجاوز انفجر إطار السيارة مما أدى إلى خروجه عن الطريق واندلاع حريق بأعقاب الحادث ليتوفى كلاهما على الفور. دييغو البالغ من العمر 28 كان لاعبا مؤثرا في ليفربول والمنتخب البرتغالي وساهم في تتويج فريقه بالدوري الأوروبي موسم 2023-2024. تزوج قبل أسبوعين من روتي كاردوسو ولهم 3 أطفال. ردود الفعل كانت قوية. اشتكى كريستيانو رونالدو من عدم التصديق مع حدث وقال لا معنى لذلك، كنت معه قبل أيام فقط. وشاركه عدد من نجوم كرة القدم والأندية مثل ليفربول وأتلتيكو مدريد وليفرهامبتون ومحبو جوتا في مشاعر الحزن والأسى. لقد رحل دييغو جوتا في لحظة صادمة وترك تاركا ذكرى لاعب موهوب وأخ محب وزوج وأب خالص التعازي لأسرته لينساه الملايين في كل مكان.